شاحنة كانت متجهة إلى فرنسا ظاهرها أطنان من الطماطم موجهة للتصدير وباطنها ما لا يقل عن 10 أطنان من مخدر الشيرة. سائق الشاحنة رهن الاعتقال والبحث جار لتحديد من خلف شاحنة المخدرات. الروبورتاج من طنجة لمحمد عمور، وفي المتابعة صلاح الدين الغمري. هذه هي شاحنة المحجوزة بميناء طنجة المتوسط مرقمة بالمغرب، كانت قادمة من أكادير ومتوجهة إلى الديار الفرنسية. بداخلها حيلة لم تنطلي على مصالح الأمنية. للوهلة الأولى تبدو محملة بالطماطم، لكن بعد التفتيش المفاجأة كبيرة، إنها محاولة ضخمة للتهريب والاتجار الدولي في المخدرات. أوقفت أفراد من سرية البحرية ديال ميناء المتوسطي معززة بأفراد من القيادة الجهوية ديال الدرك الملكي بإيقاف شاحنة قادمة من طنجة في اتجاه الميناء المتوسطي، كانت متوجهة أصلا إلى الديار الفرنسية محملة بالطماطم. بعد التحريات والبحث تبين بأن هذه الشحنة تتكون على حمولة مهمة من مخدر الشيرة. هذه المخدرات كادت تعبر إلى الضفة الأخرى لولا يقظة المصالح الأمنية التي اكتشفت حيلة جديدة من حيل المهربين لتجاوز المراقبة الأمنية، خاصة في موانئ الشمال. هي طماطم في الشكل ومخدرات في الداخل وبكمية تقاس بالأطنان. فتم إلقاء القبض على السائق، كما تم حجز الشاحنة والتي حمولة ديال الحشيش تفوق 10 طن، والبحث مازال جاري. هذه المحاولة لتهريب المخدرات عبر موانئ الشمال ليست الأولى، خاصة بهذا الشكل. خضروات يستغلها أباطرة المخدرات في محاولتهم التي لم تنطلي هذه المرة على المصالح الأمنية بطنجة. أزيد من 30 مليون درهم